ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم النهارده بفيلم دمار شامل، جرعه من الاثاره والتشويق مش هتشوفوها عند حد تاني. ده من تسقيط المأجور لشركه اسمها ام كي، واشطر واحد في الشركه. وهنا بقى كان بيتخانق مع واحد لان هو خالف القوانين بتاعه الشغل بتاعه. وبعد ما بيقتله بقى الرئيس بتاع شركه ام كي بيقول له عفارم عليك، لكن بطلنا بيقول له ان هو لسه مصر ان هو يلغي العقد بتاعه، وان هو شغال في الشركه بقاله 7 سنين وعايز بقى يبقى حر. لكن الرئيس بيقول له يعني انت عايز تشتغل في شركه تانية ولا عايز تبقى مستقل، ولا الموضوع بقى يكون ليه علاقه بصاحبتك؟ فوش ابنه بيقلب كده وباين عليه فعلا كلامه صح. لكن الرئيس بيقول له خد لك اجازه شويه وسافر بره، ولما ترجع نبقى نشوف الموضوع ده. وفعلا بقى اول ما بطلنا بيخلص الاجازه وبينزل كوريا بيتصل بصاحبته واللي بيكون اسمها جي، وبتقول له ان تشين صاحب الشركه بتاعته مات، وان اللي قتله واحد اسمه بوكسون. فهو بيتضايق جدا وبيقول يا ريتني انا اللي كنت قتله. وبيقول لها ان هو عايز يقابلها لكن هي بتكون في مهمه، وبتقول له لما خلص. وبيقفل معاها. من هنا بيلاقي ان كل الرجاله اللي قدامه دول بيتخانقوا عليه، وان كل واحد فيهم عايز يشغله في شركته لان شركه ام كي خلاص قفلت. بنشوف بقى جي وهي رايحه للرئيس بتاعها اللي هي شغاله معاه، وبتكون شركه تحت بير السلم يعني ملهاش اي لازمه. لكن الرئيس بيكون بيعمل اكل حلو جدا علشان لما ابننا يجي يبقى ياكل منه، وبالمره يفتحه كده ويشوف لو هينضم لهم يعني في الشركه. لكن هي بتقول له نجوم السماء اقرب له. وفعلا منتس بيجي من هنا ولسه الراجل هيفتحه وبيقول له ما عنديش وقت، وبياخد بنتنا عشان يروحوا يقعدوا مع بعض. المهم بقى وهم قاعدين في السهره بتاعتنا بيبان ان ابننا بيحبها جدا، وبنعرف ان اصحابه عايزين يشتغلوا بس مش لاقيين شغل. وصاحب دونج بيقول له طالما شركه ام كي قفلت خلاص فاحنا ممكن نفتح شركه لينا، وبسمعتك دي ممكن تشغلنا كلنا معاه. لكن هو ما بيكونش موافق على القرار ده، وبيكون عايز يدور لبنتنا على اي شغل. فصاحبته سومين بتقول له انا شايفه ان انت مهتم بيها قوي، وان هي واحده مرتبطه وما ينفعش تهتمي بقى بالطريقه دي. فبيتصدم كده وبيقول لها هو انت بجد مرتبطه؟ وبعدين بيقول لها مبروك بس عايزه اخش الحمام دلوقتي، وتقريبا كده دخل يعيط في الحمام. وبيرجع لها تاني وبيقول لها هو انت فاكره ان من السهل اللي احنا نفتح شركه، وان على فكره اللي مخليني قلقانه عليكي ان انت مهاراتك يعني مش قوي. فبتقول له باماره اللي انا وانت متعادلين 8 مرات. وبيبداوا هما الاثنين يتخانقوا مين اللي كسب مين فيهم هما الاثنين، وبنلاقي ان اصحابهم قاعدين بيتكلموا ومش مصدقين اصلا ان جي تكون كسبت منتس. وبيقول له وهي فعلا كسبته في التدريبات ازاي شركه ام كي اختارته هو. وبنشوفهم تاني وهم قاعدين مع بعض وبيفتح لها سيره حبيبها وان هو شغال زينا ولا شغال شغل تاني. وبيقول لها الاحسن ما ترتبطيش بحد من المجال بتاعنا. لكن هي بترجع تاني تفتح له موضوع الشركه اللي هي عايزه تعملها. لكن هو بيقول لها فكك من موضوع الشركه ده، انا هروح اقابل المعلم بتاعي، عايز تيجي معايا؟ بيروح بقى بيت المعلم بتاعه بس بيكون عاملين حفله كده على الضيق. وهناك بيقابل جو بيكون رئيس برمجيات كبير جدا، وبيتعرف عليه وبيقول له ان هو من اشد معجبينه، وبيديله كمان الكارت بتاعه بس بيمشي وبيسيب. ومنتس ما بيكونش فاهم هو ماله ده اصلا. بيقابل بقى الرئيس بتاعه اللي بياخده بالحضن، وبعد كده بينزلوا مع بعض الشقه. واللي اول ما بيخشوا بيمسك ابننا يدعك. هو بيقول له يا عم عرفنا ان انت بترحب بيا وكده، لكن بيلاقي ان هو نزل في ضرب. ومنتس بقى لما بيشوف ان هو عمال يتضرب جامد كده بيقول له على فكره انا مش عايز اضربك عشان انت واحد قد ابويا. فاللي قد ابوه ده بيمسكه وبيسويه بالارض، وبيفضلوا هما الاثنين يتشاكروا كده شويه مع بعض لغايه ما بيهدوا بقى ويتصافوا. وابننا بيعتذر له ان هو ما كانش بيزوره الفتره اللي فاتت بعد ما مشي من الشركه، وان هو ما قدرش يعمل اي حاجه عشان يخليه هناك. فبيقول له يا عم الكلام ده كان زمان، يعني انت كنت هتقدر تعمل لي ايه وانت كنت لسه جديد اصلا. وابننا بقى بيفتح معاه موضوع جي وبيقول له انت عارف ان هي كانت اقوى واحده عندها في الدفعه بتاعتها، وان هي بالرغم من انها كسبتني في التدريبات انت اخترتني انا وما اخترتهاش هي، فده مش ظلم ليها يعني، انا عايزه تشتغل معانا بقى. فبيقول له مش انا اللي اخترتك، رئيس الشركه هو اللي اختارك وقال ان انت هتكون متفوق عنها لو اتدربت شويه، وان هي عمرها ما هتوصل للمستوى اللي انت هتكون فيه. فبيقول له انت عارف بقى لما انا قلت لها ان انا جاي عشان اشوفك هي ما رضتش تيجي معايا وباين عليها بتتجنبني. فبيقول له فعلا هي بتتجنبني وانا كمان بتجنبها بس مش هينفع اقول لك ليه ولا عايزني اقول لك بقى. فبيقول له لا خلاص خلي الاسباب الشخصيه دي لنفسك. ومنتس بيساله على الولد اللي كان بره وقابله ده هو عايز ايه منه. فبيقول له انت عارف ان انا متقاعد بس هو كان جاي عشان يشتغل معايا. وبيقول له الولد اللي اسمه جو ده هو اصلا مش معانا في المجال بس مهتم بيه جدا، وان هو مش عايز منه فلوس لان هو غني قوي، هو بيحب يشوف القتل بس قدام عينيه فعايزه عشان يكون ترفيه ليه، بس سيبك منه علشان هو ولد وبيلعب. بعد ما بيخلص بقى مع المعلم بتاعه بيروح علشان يقابل بنتنا واللي بتكون بتتدرب. فبيقول لها عشان انت قلت لي ان انت مش هتيجي معايا عشان عندك موعد لا يكون ده حبيبك بقى. هو بيعرف ان هي ولا مرتبطه ولا نيله. وبعدين بقى بيقعد معاها وبيوري لها الكارت بتاع الولد اللي اسمه جو، وبيقول لها ايه رايك انا وانت نروح هناك الشركه بتاعتك. لكن هي بتقول له ما تنساش صحابنا احنا لازم نروح كلنا مع بعض. وبتكون متردده هتروح معاه ولا لا علشان مش عايزه تسيب الرئيس بتاعها. لكن هو بيقول لها انت هتفضلي طول عمرك في الشركه اللي تحت بير السلم دي. فبتقتنع وبتروح تقابل الرئيس بتاعها اللي بتقول له ان هي خلاص هتمشي. فبيقول لها انا عارف ان انا تقلت عليكي جدا وان انت معاكي حق ولازم تمشي وتسيبيني. وبنشوف بقى ابننا وهو واقف مع صاحبته سومي، لو واحده صاحبتك يعني كذبت على واحد صاحبك وقالت له اللي هي مرتبطه
وبعدين صاحبك ده اكتشف ان هي مش مرتبطه، يبقى هي بتعمل كده ليه؟ فسومين بتقول له ان هي اكيد عارفه ان صاحبها ده بيحبها، لكن هي بقى مش بتطيقه علشان كده مش فاتحه له مجال. فبيتضايق جدا من كلامها وبيقول انا هروح اشوف هي فين، وبيروح فعلا وبيسمع ان هي بتتكلم مع الرئيس بتاعها اللي بيقول لها استني معايا بس 3 شهور لغايه ما الاقي بديل، لكن هي بتتاسف له من هنا وابنها بيمشي علشان الخصوصيه. بيروحوا بقى يقابلوا الولد اللي اسمه جو ده، واللي بيعرفهم ان هو عايز يخلي القتل بطريقه مختلفه، وان هو بيعمل لعبه جديده والقتل هيبقى 3D. والكلام ده مش بيعجب ابننا مينتس، بس بيقعد برضه وبيقعد بقى معاهم وبيقول لهم انا مش عايز اتكلم في الماديات، لان اخر حاجه بالنسبه لي الماديات دي، وان انا بشجع اللعبه الحلوه وعايزكم كده تبقوا منعنشين معايا. وبيبدا يكلم بنتنا ويقلل منها شويه، يكون في نفس الوقت مهتم بيها جدا. وبيبداوا بقى كل واحد فيهم يعرف عن نفسه، لكن هو بيسكيب الولد اللي اسمه دونج ده وبيخش على طول على بنتنا. وبيقول لها ان انت دلوقتي كنت شغاله في شركه تحت بير السلم، وقبلها كنت بتتدربي في MK بس هي ما اختارتكيش. لكن مينتس بيقول له ان هي كانت رئيسه الشركه اصلا اللي هي فيها دلوقتي، لكن هو بيقول له انت عارف ان الشركه اللي هي فيها دي شركه فاشله، وعمرها في شركه هتختارها، لان من الاخر هي منبوذه. لكن مينتس بيقول له ان هي شاطره جدا وان هي موهوبه. لكن جو بقى بيقول له طب وريني الموضوع ده وخليكم تتواجهوا قدام بعض. لكن مينتس مش بيعجبه الكلام وبيقول له طب ما تخليني بقى انا اقتلك دلوقتي. وبيقول لاصحابه ان هم يمشي لان الشركه دي مش كويسه. لكن بعد ما بيخرجوا جي بتتخانق مع مينتس لان هي عايزه تشتغل في الشركه دي، وان انت مينتس المشهور اللي كنت شغال في MK اكيد اي شركه هتكون عايزاك، لكن احنا ما صدقنا تجيلنا الفرصه دي. لكن هو بيقول لها انت موهوبه وما تستاهليش الشركه دي. فدونج بيقول له كل حاجه هي، طب واحنا بقى؟ وبيقول له انا عارف اللي انت بتعمله ده كله علشان انت بتحبها، ولو بتحبها ما تقول لها يا عم اللي انت بتحبها وتتوعدوا وتسيبكم مننا بقى. وبيقول لها كل اللي بيحصل ده بسببك انت. وبيقول له ان الفرصه دي مش هيخليها تضيع من ايديه بسببهم هما، وان هو يرجع ويشتغل مع جو عادي. فطبعا ابنها بيكون محرج جدا لان هو ما كانش عارف ان هي تعرف بالشكل ده. بيقابلها لكن هو محرج جدا منها وبيديلها كل الفلوس اللي معاه، وبيقول لها ان هو باع العربيه بتاعته وان هو يفتح الشركه اللي هي عايزاها، لكن هي بتقول له مش لازم تعمل كل الحاجات دي علشان. وبيقول لها انا كنت عارف ان سو مين معاه حق، وان انت عارفه ان انا بحبك بس انت بتتجاهليني لان مشاعري بتضايق. بس يا ستي انا بعمل كل ده علشان انا مش علشانك انت، وان احنا نفتح الشركه بس هكون انا الرئيس. وفعلا بقى بيفتحوا الشركه وبتبدا العروض تنزل عليهم، وبيدي بقى اغلبيه العروض لبنتنا طبعا وشويه منهم لسومي. اما بومباي فما بياخدش اي حاجه. الموضوع بيكون عادي بالنسبه لهم في الاول، لكن بعدين كل حاجه بتتغير. بومباي مش بيعجبه حاله لان هو ما بيستلمش اي مهمات، وسومين ما بتقدرش تجيب اي عروض يشتغل عليها. اما طبعا ابننا اي عروض بتجيله لا اما بياخدها هو لا اما بيديها لبنتنا. وطبعا بومباي بيكون بيلقح بالكلام على بنتنا في الحوار ده. لكن في الوقت ده بنلاقي ان مينتس داخل بعرض جديد، وبيدي العرض كالعاده لجي وبيقول لها ان هي هتعمله النهارده. لكن جي بتكون عايزه تفرحهم شويه وبتقول مين فيكم عايز يستلم العرض ده. فمينتس طبعا بيتضايق منها وبيقول لها لا انت اللي هتشتغل عليه. لكن هي بتقول له خلاص خلينا نتكلم بقى على انفراد شويه مع بعض. وبتروح وبتقول له ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، احنا شركه مع بعض. فبيقول لها انت مش هتلاقي رئيس شركه احسن مني، انا ما بخليكوش تعملوا حاجه وبديلكوا فلوس، وانا اللي باخد كل العروض وبعمل كل المهمات وفي الاخر بقسم الفلوس معاك. لكن هي بتقول له ان هم لازم يعملوا مهمات برضه مش انت لوحدك. فبيقول لها ان الشركه لسه جديده وان هم لو عملوا مهمه وفشلوا هيروحوا في 60 ده. لكن هي بتقول له لو انت ما كنتش بتثق فينا من الاول فتحت الشركه دي ليه، وان انت اول ما بدات برضه ما كانش مستواك قد كده، وشركه MK هي اللي اداك فرصه عشان توريهم مستواك. لكن هو بيقول لها ان هم اصلا مش من نفس المستوى ولا حاجه. بتقول له لو هم مش من مستواك امال انا ابقى ايه. لكن هو بيقول لها ان هي مختلفه وان هي مستواها حلوه جدا. لكن هي بتقول له انت وعدتني قبل ما نفتح الشركه دي ان اهتمامك بيا مش هيزعجني، بس الموضوع بقى مزعج ليا جدا وليهم هم كمان. وبتقول له انت شخص مغرور وشايف ان انت اعلى من الناس كلها وانا بجد بشمئز منك. لكن هو اول ما بيسمع كلامها ده بيروح وبيسمعها الكلام زي الزفت، وبيقول لها على فكره انت سبت الرئيس بتاعك علشان هو فاشل وجيتي لي انا عشان انا اقوى منك، وان انت ضعيفه وعمرك ما هتبقي في المستوى بتاعي ابدا، ولو عايزه يا ستي نتواجه انا وانت ونشوف مين اللي هيتولى الرئاسه بتاعت الشركه. المهم بقى ابنها بيروح وبيقعد مع المعلم بتاعه وبيحكي له على اللي حصل ده، وفي نفس الوقت بنتها بتكلمه وبتقول له ان المهمه اللي هو كان طالبها منها خلاص خلصت. لكن قبل ما بيتكلم ويقول لها اي حاجه بتقفل السكه في وشه. فالمعلم بيقول له ايه رايك انا احكي لك انا ليه انا وهي بنتجنب بعض. وبيحكي له ان بعد ما الشركه اختارتك انت راحت هي واتكلمت، واللي بتساله هي ليه الشركه ما اختارتنيش انا مع ان انا اللي كسبت. فبيقول لها ان الشركه قالت ان انت عمرك ما هتكوني في مستواي ابدا. هي اول ما بتسمع الكلام ده بتقول له خلاص خلينا وهو نتواجه بالسيوف حقيقيه، وبتقول له اسال الشركه وشوف ولا انت خايف بقى ان انا اواجهه. لكن هو اول ما بيشوفها كده بيقول اللي انا عارفه بقى دلوقتي اللي انا لازم اطرده. لكن هي بتقول له يعني انت عايز تطردني عشان بس بقول اللي انا عايزه اقتله. لكن هو بيقول لها انا مش مستحمل اي حاجه يبقى فيها خطر، وان الشركه مش هتسمح ان هو يتاذى. فبتتعصب جدا من الكلام ده وبتروح علشان تضرب المعلم بتاعها. لكن هو طبعا بيعلم عليها جامد جدا، وفي نفس الوقت ابنها بيكون مصدوم لان هي كانت عايزه فعلا تتقاتل معاه بجد. وفي نفس الوقت ده بنتها بعد ما بتخلص المهمه بيجي لها شويه مرتزقه عشان يقتلوها، لكن هي بتقوم بيهم كلهم بتكون قويه جدا. وفي نفس الوقت ده المعلم بيقول انا كنت زيها كده لان كان رئيس MK اشطر مني، وان هو كان
طبعا اقوى مني بكتير وان انا كنت بغير منه، علشان كده ما قدرتش ان انا افضل معاه اكتر من كده وسبت الشركه. وبيقول له الافضل انك تتجاهلها وان انت ما تشغلهاش معاك تاني، لان اللي من النوع ده بيكون غيران وجواه طغينه بس مش عايز يوريها. لكن ابنها بيكون بيدافع عنها وبيقول مش هي اللي كانت لازقه فيا، انا اللي كنت بروح لها دايما، وانك ما تقلقش ابدا عليا وان انا هفضل جنبها. لكن المعلم بيقول له لو انت فعلا عايز تبقى جنبها فدايما فكرها ان انت اقوى منها وان هي عمرها ما هتوصل لمستواك ابدا. وفي نفس الوقت ده بنتها بعد ما بتخلص على كل الرجاله بيجيلها واحد وبيكون عمال يضرب فيه، لكن هي بتيجي عشان تقتله، فبتلاقي ان هو صاحبها دونج اللي سابهم علشان يروح يشتغل مع جو، فبتقتله عادي جدا ولا كانه صاحبه. وجو بيقول لها برافو عليك انت فعلا طلعتي جامده، ايه رايك بقى تشتغلي معايا؟ تاني يوم بقى مينتس بيسال صحابه عليها، لكن هما بيقولوا ان هما ما شافوهاش من امبارح، وبتيجي هي وبتقعد لوحدها ومينتس بيكون عايز يكلمها، لكن هي بتكون بتعامل ببرود، فبيروح هناك وبيزعق لها، بيقول لها هو انت كنت فين امبارح؟ فبتقول له انا مش لازم اقول لك كل حاجه، لكن هو بيقول لها انا الرئيس بتاعك ولازم اعرف كل حاجه. لكن هي بتقوم له وبتقول له انا مستعد دلوقتي ان احنا نتقاتل قدام بعض وتعالى بقى نطلع فوق. وفعلا مينتس بيقول لاصحابه ان هم ما يطلعوش وراهم وان هم يسيبوهم مع بعض، وبيطلعوا فعلا فوق ويفضلوا هما الاثنين يتقاتلوا مع بعض، لكن بومباي بيطلع وبيفضل يصور فيهم وهم بيقاتلوا. وفجاه بنلاقي ان بنتنا هي اللي كسبته، فبيقول لها شطوره اللي انت كسبتيني، انت بقى اللي هتكون الرئيسه بتاعه الشركه. لكن هي بتمشي وبتسيبه، ومن ساعتها بتشتغل مع جو. وبنعرف ان بومباي نشر الفيديو، ومن ساعتها ما بيجيش اي شغل لمنتس، وان هو راح يشتغل مع بنتنا بعد ما ساب منتس. بنشوف بقى جي وهي شغاله مع جو واللي بيقول لها ان انت شاطره جدا، وبيكون بيطور في الالعاب بتاعته 3 دي بطريقتها هي، وبيفضل يتكلم معاها شويه وبيقل منها في الكلام، فهي ما بيكونش عاجبها الكلام، لكن هتعمل ايه الذل بقى. بنشوف بقى ان منتس قاعد في حاله لا يرثى لها، بس بتجيله اخيرا اول مهمه بعد وقت كتير جدا، وبيكون هينفذها، لكن بيقول لسومين ايه رايك تجربي؟ وسومين ما بتصدق وبتاخدها مع ان المهمه هتكون كبيره عليه، ومنتس بيكون معاه وهي شغاله وبيكون عامل لها تايمر كمان، وبتخلص في الوقت المظبوط من هنا، وبترجع اخيرا تاني سمعه منتس القاتل المأجور. بنشوفهم بقى وهم عاملين اجتماع لكل شركات القتل المأجور، واللي بتكون هناك اكيد جاي ومنتس، واول ما بيشوفها بيسلم عليها لكن هي مش بترد عليه. وبيجي دلوقتي صاحب شركه امكي اللي موجود حاليا، وبيقول ان الشركه لازم ترجع واقوى من الاول، لكن بنتنا بتنزل وبتقول له ايه رايك اختصر عليك الكلام اللي انت هتقوله. والمفيد بتاعها ان هي مش عايزه يكون في قواعد للقتل، وان ليه دايما شركه امكي هي اللي تولي كل حاجه، في شركات تانية تحت عايزين برضه نشغلها، وان هي عايزه تبقى هي الرئيسه بتاعت شركه امكي. لكن الكلام ده مش بيعجب الرئيس اللي بيقول لها ايه رايك دلوقتي نتقاتل ونشوف مين اللي هيكون اقوى، وهي بتوافق ولسه يخش في خناق بعض بنلاقي ان ابننا هو اللي اتصدله، والرئيس بيقول لها شفت صاحبك ضحى علشانك ازاي، كان زمانك انت دلوقتي مكانه. بيجيله بقى مهمه ان هو يقتل الرئيس بتاع جي القديم، لان من ساعه ما الشركه بتاعته قفلت وهو بيشتغل من غير رخصه قتل، وبيروح له فعلا وبيتكلموا وبيقولوا ان هو مش عايز يقتله وان هو يهرب يعني، وعنده قصه هو هيحطها بداله. ولما بيرجع بيتكلم المعلم بتاعه اللي بيقول له ان جي بقت تصرفاتها غريبه، وان خلاص هيأمر بقتلها لان هي بعت له سكينه فيها دم للبيت. بس طبعا اول ما بيسمع الكلام ده بيقول له ما تقتلهاش ولا حاجه وانا هقنعها ان هي ترجع وتركع لك. لكن المعلم بيقول له هيفيدني بايه كل اللي انت هتعمله ده؟ فبيقول له هيفيدك اكيد، انا هرجع الشركه بتاعت امكي. وابنها بيحاول يتصل بيها لكن هي مش بترد عليه، فبيتقابلوا في العزا بتاع الرئيس بتاعه وهم قاعدين بيقول لها ان هو اللي قتل، لان انت من ساعه ما سبتيه والشركه بتاعته قفلت فهو بيشتغل من غير رخصه. وبيقول لها السكينه اللي انت بعتها للمعلم دي انا عايزك ترجعها تاني، لكن هي بتقول له اشمعنى يعني؟ فبيقول لها علشان المعلم مستحلف لك وانا مش عايزه احضر الجنازه بتاعتك. لكن هي بتقول له انت فاكر ان انا هسمع كلامك؟ ما ننساش ان انا دلوقتي اعلى منك. وفي اللحظه اللي هم بيتكلموا فيها دي بتلاقي ان الرئيس بتاعها داخل عليهم، وبيقول لهم شكرا يا جماعه ان انتوا بتحضروا الجنازه بتاعتي، وبيقول لابنه ان هو ما يلغيش الجنازه ولا حاجه لان كده كده هو هيموت، وان هو اتكلم مع شركه امكي وان هم جايين دلوقتي عشان يقتلوه. فابننا بيتعصب جدا لان هو كان قايل لهم كلهم ان هو قتله. هو بيقابل المعلم بتاعه اللي بيقول له انا مش هعرف اتستر عليك اكتر من كده، وانك كنت ساكت كل الوقت ده علشان انا بحترمك، بس جاي اتعدت كل الحدود، وبعت لها سكينه وقول لها اللي احنا عايزين نتقابل عشان نتواجه. وابنها فعلا بيبعت لها السكينه دي وبيكون بيجهز نفسه عشان هو كمان هيروح علشان يدافع عنها. فهو خارج بيودع سومين اللي بتقول له ان باين كده بي كان بتحب ايه، لكن هو ما بيفهمش. بتقول له عشان انت كنت مكلمني قبل كده على 2 صحاب وقلت ان البنت مش بتحبك، لا البنت فعلا بتحب. وبتقول له خد الكلام ده مني لان انا معجبه بيك وانا عارفه الاعجاب بيبقى عامل ازاي. ومانتس بقى بيكون رايح وبيتصل بنتنا وهو في الطريق وبيقول لها انا عايزه اقابلك تحت قبل ما نطلع فوق، لكن لما بيوصل الامن بيقول له ان هي طلعت فوق، وبيطلع من هنا لكن مش بيلاقي ان هي فوق. فالمعلم بتاعه بيقول له انت كنت عايز انتوا الاثنين تجتمعوا عليا عشان تقتلوني يعني، لكن مانتس بيقول له كويس ان هي ما جاتش عشان اخلص عليك قبل ما تيجي. لكن المعلم بيقول له ان هي اول ما تفتح الاسانسير هكون منقض عليها واقتلها، لكن وقبل ما ده يحصل مانتس بيكون هاجم عليه علشان يمنعه، لكن هما بيتقاتلوا وبيتصاب مانتس في رجليه. وفي الوقت ده بيتفتح الاسانسير وبيكون لسه يقتلها لكن مانتس بيجي، واللي المعلم بيقول لهم ان 2 على 1 ما ينفعش، وبيحاول يستفز جاي وبيقول لها ما تتدخليش انت وخلي مانتس هو اللي يواجهني لان هو اقوى مني، لكن هي ما بتقبلش الكلام اللي هو بيقوله ده وبتروح تواجهه. ولما مانتس بيحاول
يتدخل فبتهاجم عليه هو كمان، وهما الاتنين بيفضلوا يقاتلوا فيه شويه بس بيقع وبيكون خلاص هيقتل بنتنا، لكن مينتس بقى بيجي في الوقت ده علشان ينقذها، وهي بتمسك السكينه وبنفتكر ان هي هتصيب مينتس لكن بتصيب المعلم، وبتقول لهم ان هي مش هتتدخل وان هما دلوقتي الاتنين مصابين وهيتقاتلوا مع بعض، وفعلا بيبداوا هما الاتنين يتقاتلوا، لكن في الاخر مينتس بيكسب، هو اللي بيقول انا مش عايز اقتلك، خلينا نتوقف عن اللي انت بتعمله ده وتقاعد احسن، لكن هو بيشوف نظرات مينتس اللي بتفكره بنظرات تشان رئيس امكي، نفس نظرات الشفا، بيقول لمينتس ان احنا لازم حد فينا يقتل التاني لان المعركه كده مش هتخلص، ومينتس ما بيكونش عايز يقتله لكن بتيجي جاي بقى وبتقتله هي، لكن هو بيبص لها بكل امتنان ان هي قتلته لان هو ما كانش هيقدر يعيش بعد اللي حصل، بيقول لها يعني كان مقدار اللي انت تقتليه، فبتقول له ايوه لان انت لما بتشفق علينا بالشكل ده بتخلينا نزداد تعايش، ونظرتك دي نفس النظرات اللي انت بصيت لي بيها لما انا كسبتك، وانا كنت عارفه اللي انت اللي خليتني اكسبك، فعلشان كده ما قدرتش ابقى معاك ومشيت وسبت، ويا ريتني فضلت وعملت نفسي عبيطه وما خدتش بالي انك ساعدتني، لكن هو بيقول لها انت عملت كل اللي انت كان نفسك فيه وخدت كل اللي انت عايزاه، هو بيمشي وبيسيبها وبتعدي فتره من ساعتها، وبنشوف بقى ان الرئيس جو قاعد وعمال يلقي محاضره على الطلاب، وبعد ما بيخلص بنتها بتديله الورده وهو بيسالها عن الاخبار، فبتقول له خلاص اللي احنا قربنا نستحوذ على شركه ام كي، هو بيقول لها حلو انت قد المسؤوليه اللي انا اديتها لك، وبيمشي من قدامها وبيركب العربيه بتاعته، وصاحبها بيسالها هو ايه اللي هيحصل له، فبتقول له ان خلاص الوقت حان ان هو يموت، وان هي كلفت شركه عايزه تنهي عليه، وفعلا بتكون مكلفه مينتس عشان يقتله، واللي بيقول له علشان انا قلت لك المره الجايه انا هقتلك، ودي بقى بتكون النهايه بتاعت فيلمنا، فلو عجبتكم القصه بتاعت الفيلم اكتبوا لي في التعليقات، وسلام.